السلام عليكم. مين فينا ما حصلش مثلا لقريبه لصاحبه مشكلة مع صنايعي ايا كان، ولما سألته قالك والله ده اللي لقيته، والله ده كان ارخص سعر. طبعا ما فيش حاجة اسمها صنايعي تجيبه بقصة ارخص سعر دي، ما فيش حاجة كده. ده ممكن يكون اسوأ قرار انت خدته في حياتك. طيب اختار الصنايعي ازاي؟ بص يا مدير، فكرة انك محتاج سباك مثلا، لازم تسأل حد صاحبك، حد قريبك، اكيد هتلاقي. تقول له والله انا عايز سباك كويس ويكون عنده ضمير، هيقول لك والله انا عندي ده. هتسأله بقى اشتغل معاك، كان بيغيب، سلوكه. اصل فكرة ان الصنايعي، سلوك الصنايعي ده اهم من شغله على فكرة. الصنايعي يعرف يعمل الكويس ويعرف يعمل الوحش، ما هو صنايعي يعرف يكروت ويعرف يعمل شغل كويس. فسلوكه عجبك، توكل على الله. طيب ما لقيتش حد، وهتدور سوشيال ميديا زي ما كلنا بنعرض شغلنا. والله اتفقت مثلا عجبك وسام، هتقول له والله انا عايز ازورك في شغلك، عايز اشوف الشقه اللي انت بتشطبها. هتزوره، هتشوف الشغل اللي هو بيشطبه، هتروح كانك بتستلم الشقه دي، كان دي شقتك. دور على العيوب، على الملاحظ. طب بص، ومبدئيا كده البرفكتيشن ده مش موجود يعني. احنا كلنا عندنا عيوب في شغلنا بلا استثناء، بس انت بتدور على اقرب حاجه للكمال. فانت هتدور، بص الشغل عجبك الوضع والدنيا تمام، هنبتدي ان احنا نتكلم في المرحله اللي بعد كده، وهي مرحله الاتفاق. تمام. مرحله الاتفاق دي ما ينفعش اتفق على سعر بس، ده مش منطقي. الصنايعي ما بيتغلبش وما بيضحكش عليه. انت ممكن شقه تسوى 10 قروش في اي بند من البنود، هتفق معاك بثلاثة أربعة كده، يا اما هسرقك يا اما هسلمك شغل شعبي. يبقى احنا بنتفق على خطوات الشغل ومراحل تنفيذ الشغل مع السعر. انت طبعا اكيد سائل السوشيال، دور على اليوتيوب، هتستفيد، هتعرف ايه الخطوات المناسبة بتاعة الشغل بتاعك، وهتفهم. لقيت كلام الراجل ده مقنع وسعره نوعا ما مقنع، واسأل صنايعي واثنين وثلاثة، خلاص نتوكل على الله ونبتدي نشتغل مع بعض. طيب هنشتغل مع بعض، الصنايعي اللي معاه واحد او اتنين احسن ولا اجيب المقاول؟ وجهة نظري انا، الصنايعي اللي واقف في شغله احسن من المقاول اللي بيتابع شغله بالتليفون. ده وجهة نظر، مش معنى ان التاني وحش، بس انا برتاح لكده. طيب هنوصل لمرحلة بعد كده، فلوسه. هدي الراجل فلوسه ازاي؟ يعني انا متفق مثلا ان شغل ب10، هديله فلوس ازاي؟ طيب خطوات الشغل اللي الراجل قالها لك، مثلا ان احنا بنشتغل في الدهانات، والله بندي سيلر، بنسحب معجون، بنصنفر، بنبطن، بعد كده بنجهز ومراحل التشطيب والنجاره والكلام من ده. فوصلنا لمرحله انت عارف ان الجزء مثلا عند البطانه ده 50% من الشغل. والله انت لو واثق من الراجل اللي قدامك، هتتعامل في السعر ده ما بين 40 ل 60%، والاحسن ما تعديش ال 50%. كويس؟ يعني خلاص. طب اديله فلوس امتى؟ لو لقيت الصنايعي جاي لوحده مثلا اول يوم واشتغل، ممكن اخر يوم تديله مثلا 1000 جنيه مع اتنين ولا حاجه. فانت مثلا يوميه الصنايعي مثلا متوسط 500 450، فمحتاج مصاريف، فانت هتديله مثلا 2000. ده حق. الارقام دي مش ثابته، انا بديك كمثال توضيحي. كويس؟ ما تديش للصنايعي اقل من حقه، لانه برضه عنده التزامات ومع ناس، وفي نفس الوقت ما تديلوش اكتر من حقه، فتبقى شغلانتك تشطيبها بالنسبه له انا هشتغل ببلاش. صحيح انت اديته بس هو صرف فلوسك، يبقى نسبه وتناسب، ما تعديش فلوسك مراحل التشطيب. ونقطه مهمه قوي، حطها رقم واحد وحطها رقم 10 وحطها رقم 1000، حطها زي ما تحطها. ما تشتغلش مع صنايعي لما تيجي تكلمه على خطوات الشغل يقول لك سيبها على الله. بص، ما تشغلش بالك انت، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها ما تشغلش بالك، ما فيش حاجه خليها على الله. احنا كلنا مسلمين ومؤمنين والله، يعني موحدين بالله، بس ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها احنا في شغل واحنا في سوق، والعقد شريعه المتعاقدين. احنا مش هنكتب عقد، لان في شغل، في مراحل، في شغل في حتت لازم عقد. بس انا وانت، انت قول لي خطوات الشغل ايه. صحيح انت ممكن تضحك عليا، ممكن تسرقني، بس انا على الاقل انا باخد بالاسباب. يبقى تقول لي خطوات شغلي وميعاد تسليم الشغل، وطبعا بتسيب له وراه يوم او اتنين، لكن لازم تتكلم معاه، لازم تفهمني راسي من رجلي. مش هسيب انا الموضوع مفتوح كده وخليها على الله، دي هرجله، ما فيش حاجه اسمها خليها على الله يعني. وحاجة برضو مهمة قلت لك في الأول، اوعى تختار شغل على أساس سعر بس. المهم إن اختيار الصنايعي ده ما ينفعش يكون حظ، ده قرار. ومش هبالغ لو قلت لك لازم تدرسه كويس جدا، لأن ده هيتوقف عليه فلوسك، راحة بالك، جودة شغلك، شقتك اللي انت بتشطبها دي، يعني حاجة مهمة جدا بالنسبة لك. أعتقد إن ما ينفعش مجرد صنايعي كده عجبني سعر أقول له تعالى اشتغل وخلاص. بس خلاص. السلام عليكم.